فنصيحة من أخ كرت هولندا احترى. شوف لك غير دولة. حبايب القلب، كلتنا شفنا الضجة اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القوانين اللي طلعت أو المقترحات اللي طلعت بخصوص اللجوء وبخصوص شغلات كتيرة. المهم هاي القوانين اللي طلعت أو المقترحات اللي راح تروح للبرلمان الهولندي راح يتم التصويت عليها بعد كم من نهار. قبل ما أبدأ هذا الفيديو للناس اللي عايشة داخل هولندا. أنت عايش برا هولندا ولسه ما جيت بصمت في هولندا، فنصيحة من أخ كرت هولندا احترى. شوف لك غير دولة. نصيحة والله نصيحة، كرت هولندا احترى لكل شيء لسه ما اجى بصم. أما أنت كإنسان بصمت اسمعني، ما بصمت هذا الفيديو ما بهمك قلب. اسمعني أنت يلي بصمت ويلي عندك إقامة واللي مستني لمشمل. شفنا الضجة اللي صارت وشفنا الناس اللي نشرت لخص نص جماعة ألمانيا مكتبوا لك بالخط العريض: تم إيقاف اللجوء في هولندا، تم إلغاء الإقامة الدائمة في هولندا، تم تغيير قانون الجنسية من 5 سنوات ل10 سنوات، واللي كانت هولندا من أسهل الدول الأوروبية للحصول على الجنسية. تم لك ألف شغلة بدحشوا لك بالقصة. يا أخي والله شوشوا الناس والله العظيم شوشوا الناس. لسه على القرارات اللي راحت على البرلمان الهولندي ما بنعرف شو اللي راح يتنفذ منه وشو اللي ما راح يتنفذ. هو حتما في تغيير جذري في اللجوء وحتما في تغيير في هولندا، بس ما بنعرف كيف. اتركوا الامر لصاحب الامر، ما بنعرف نحن كيف. خلينا نستنى ونشوف خيره من شره. مين راح تشمل ما بنعرف، مين اللي ما راح تشمله ما بنعرف. ما حدا بيعرف، ما حدا بيحسن يحدد لك مين. لهيك الله يوفقكم، الله يوفقكم. لا نشوش الناس ونعيف فلا ساعته. لا نضل كمشينا سيرة. جماعة ألمانيا لك أكثر مرة، أكثر من واحد شفتهم في ألمانيا لك عم بينشروا أكثر من جماعة هولندا. عيفوا الناس في حالة. وبرجع بقول الله يختار الخير. الله يسعدكم، يجمعكم بأحباب قلب.